السلام عليكم أصدقائي. هل سبق وحسيتي أن القلق مسيطر على حياتك؟ كتفكر بزاف، كتنعس بصعوبة، كتحس بالفرحة بعيد عليك. بصراحة كل واحد فينا كيعيش هاد اللحظات. أنا شخصيا كنت كنعيش نفس الشيء، ولكن تعلمت طرق بسيطة اللي غيرت حياتي بالكامل. كيف غادي نقول عادات بسيطة غيرات في بزاف د الحوايج وخلاتني نشوف النعمة ديال السعادة والفرحة، وخليت القلق بلا قيمة في حياتي. اليوم غادي نهضر ليك كيفاش غادي تجاوزي القلق ديالك وتعيشي حياتك عامرة بالفرحة وراحة البال، حيت تستاهلي انك تكوني سعيدة. كل واحد فينا كيعرف الاحساس ديال القلق كيخليك ما تقدريش تستمتعي بالحياة، كتفكري بزاف، كتحسي بالثقل على قلبك، وكتحسي بحال شي جبل على كتافك. ولكن ما تخافوش، في هذه الحلقة سامية معك. اليوم غادي نوريكم 5 خطوات بسيطة يمكن أي واحد فيكم يطبقها باش يحس بالراحة والفرحة وتحسن الحياة أفضل. أول خطوة هي تفهمي القلق ديالك قبل من أي شيء. ملي تكوني حاسة بالقلق تعرفي عليه، حيت هو ماشي عدوك، صاحبي معاه. هتصاحبتي معاه غادي يعاونك باش أنك تخلصي منه. القلق هو اشاره كيعطيها لك الدماغ ديالك باش كيحضرك ان كاينه شي مشكله، كاينه شي حاجه في حياتك ماشي هي هذيك، كاين شي خطر جاي في الطريق. كاين المشكله اننا كنخليو هاد الاشارات تحول الى موجه كبيره من الخوف والتوتر، ماشي من انذار باش اننا نتجاوزوها نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها. لهذا الفهم ديال القلق هو اول خطوه خاصك تبداي تعرفي عليها باش تقدري تسيطري عليه قبل ما يسيطر عليك. ثاني خطوه هي ملي تكوني في حاله قلق، تنفسي وهدي الجسم ديالك، حيت جسمك فاش كيكون في حاله قلق كيولي متوتر وقلبك كيدق بسرعه وعضلاتك مشدوده ومزيره عليك. احسن حاجه تقدري ديري في هذه اللحظه هي التنفس عميق شهيق زفير. هاد الطريقة كتخلي العقل ديالك يتعدل حتى الجسم ديالك يتعدل. تقدري تحبسي النفس ديالك 4 ثواني وديري زفير 6 ثواني. ديري هاد التمرين يوميا وغادي تحسي بالراحة في البلاصة، وغادي تشكريني على هاد المعلومة. ثالث خطوة هي تحركي جسمك. حركة، كيقولك في الحركة بركة، ضروري تحركي، خرجي تمشاي، حيت فاش كتحركي الجسم ديالك كيفرز واحد الهرمون ديال السعاده، كيبدل حتى المزاج ديالك. قصتي انا كنت كنحس بالقلق في كل صباح، ملي وليت نخرج ندير رياضه، نتمشى، نعمر وقتي فين ما قلبي يتزير عليا، نمشي لبلاصه اللي فيها الهواء ونتنفس، كنرتاح وكنرجع وحده اخرى. كنولي انايا المسيطره على حياتي، ماشي القلق هو المسيطر ليا على حياتي. 5 خطوه هي تكتبي داكشي اللي مقلقك، يعني همومك، افكارك، كتبيها باش حتى العقل ديالك يتعرف عليها اكثر، كيولي يشوفها قدامه ماشي فقط افكار وفلاشات كدوز في الدماغ ديالك. حيت العقل ما كيحبش والتفكير ما كيحبش وكيتضخم. ملي كتكتبي ليه وكتبسطي ليه الامور وكتشوفيها كتنخفض درجه ديال القلق، حيت الكتابه هي الحل الوحيد باش ان دماغك يفهم المشاكل ديالك ويتعرف حتى على المخاوف ديالك الصغيره. حيت انت بعض الاشياء كيجيوك فقط هي خوف ما كايناش في الواقع، ولكن دماغك كيعتبرها انها حقيقه وكيبقى يفرز دوك الهرمونات اللي كتخليك انك تزيدي تخافي وتزيدي توتري وتزيدي تعصبي الى اخره. من مور كيف ما قلت لك، من مور ما تكتبي افكار ديالك والهموم ديالك، قرايها وصنفيها من اول حتى الاخير بالترتيب، وشوفي شنو اللي كاين كتعيشي في ديك اللحظه واشنو اللي خايفه غير تعيشي فقط هو خايف فقط هو خوف
ما كاينش في ديك اللحظه. هنا عقلك غادي يفهم اشنو كاين، وغادي تنخفض درجه القلق عندك، وتنتي غتعرفي راسك اش كديري وفين غاده. خامس خطوه، خصصي وقت للسعاده. حيت السعاده راه حنا اللي كنديروها، ماشي كتجي عندنا، ومني حنا كنبقاو نديروها هي كتولي كتجي عندنا بوحديتها، ولكن المبادره خاصها تكون منك انت. لهذا كل يوم في نهارك خاصي واحد الوقيته، نص ساعه، 10 دقائق، شوفي انت علاش تقدري واش حد الوقت عندك. هاد الوقيته تفرجي فيه بشي فيلم كتبغيه يخليك تكوني فرحانه، سمتي فيها شي موسيقى، شطحي، غني، ضحكي، ديري اي حاجه غتخليك تكوني فرحانه بديك نص ساعه. هاد اللحظات الصغيره كتجمع وكتخلق واحد الشعور مستمر بالرضا، وكتخلق حتى بالذكرى ديالك ان واحد اللحظه دوزتيها مع راسك وفرحتي فيها بزاف. تخيلي ان فقط غير 10 دقائق في النهار كل يوم، في الشهر شحال غتعطيك من دقيقه، في العام شحال غتعطيك من دقيقه، غتعطيك بزاف. استغلي ديك 10 دقائق في نهارك واميزي فيها وفرحي بها رغم كل شيء. هنا العقل ديالك غادي يستوعب ان هاد الانسان راه بصح فرحانه، وغادي يجذب لك الفرحه حتى لعندك. اما اللي كنتي تعيسه كتعيشي التعاسه نهار كامل، كوني على اكيد ان التعاسه غادا تسكن معاك وغتسكن في قلبك وغتسكن في حياتك، وكل شيء غيكون نيجاتيف في حياتك. ولكن انت اللي بحتي على الفرح وعلى السرور، حيت ما كتجيش معاك التقليقه، كتجي معاك الضحك والابتسامه. سادس خطوه، هضري، ما تكتميش الامور في قلبك. هضري مع اي شخص كتثقي فيه وكتحس بيه كيسمع ليك ديال بصح، ماشي غير انت كتهضري وهو غيهز خبارك ويدير شي واحد اخر. وحتى اللي ما لقيتيش هاد الشخص في حياتك، سيري عند اخصائي نفسي، بسيكولوج ماشي عيب. بسيكولوج كيعاونك باش انك تكتشفي نفسك، باش انك تكوني سعيده في حياتك. سيري هضري معاه، خوي عليه قلبك، حيت هو اللي غادي يفهم المشاعر ديالك وغادي يعاونك. هاد الست الخطوات البسيطه اللي قلت لك، كوني متاكده انها غتخلي حياتك هادئه وسعيده. فقط ديري بها. والسر ديال السعاده هو الاستمراريه، من خطوه صغيره لكل يوم حتى النتيجه كبيره ان شاء الله. دابا بغيت نعرف منكم اي خطوه غادي تبداو بها، قولوا لي الخطوه اللي غتبداو بها في الكومونتير، انا معاكم. واي حاجه احتاجيتوها، استشاره، معلومه، فقط خليوا لي كومونتير. وما تنساوش تشاركوا في القناه ديالي. ولا عجبكم المحتوى ما تنساوش انكم تبارطاجيو مع اي واحد كتشوفوه متوتر في حياته،